بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كما تكونوا بخير، يلقاكم وصفاتي بخير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. إذا اليوم عندنا لابيري بالصلصة سكالوب والفطر. هي وصفة فرنسية، يعني أصولها فرنسية. دارتها أنا صديقتي، ذات الأصول الفرنسية سكوت. إذا بغيت نبارطاجيها معكم، إن شاء الله كامل تعجبكم الوصفة وتجربوها كامل في بيوتكم. إذا هاد الوصفة تاع لابيري رفقناها بلا سوب. إذا هذيك لا سوب يطيب، هنا جبنا الشامبينيون، غسلناه، يعني قطرناه من داك الماء تاعو وغسلناه وخليناه يكتر. في نفس الوقت جبنا لي زيسكالوب، يعني جبنا طرف تاع لي زيسكالوب. مام تقدروا ديروه بزر تاع الدجاج. اذا وقعدنا نقطعوا فيه قطع صغيره كيما هكا بالطول، كيما راكم تشوفوا فيه قطعناه شرائح كيما هكا حتى اللي نكملوا كامل القطعه تاعنا تاع السكالوب ولا صدر الدجاج. نقطعوها كيما قلت لكم شرائح طوال. اذا ونجيبوا مقله تكون شويه ثقيله، وفي نفس الوقت رانا دايرين البطاطا، يعني نقيناها ودنا لها ماء والملح وخليناها تغلي. اذا بعد اللي قطعنا لي سكالوب، جبنا هنايا زوج فلاق توم، ولا زوج حبات توم، ولا قطع فلاق ماشي حبات، قطعناهم قطع صغيره. كذلك جبنا حبه بصل، البصل نفضلو نقطعوه تاني قطع صغيره، يعني ما رابوش، باسكو الا رابينا غادي يطلق كاع العصاره تاعو، يعني يطلق كاع الماء تاعو. اذا حنا ماناش باغيناه يطلق الماء. اذا نجيبوا البصل نحاولوا نقطعوه قطع صغيره، ومن بعد نديرو في المقله نديرو الاولى سكالوب، ونديرو له الملح، الحرور، سكنجبير، شويه كيري. اذا تبغوا ديروا لا موطارد، كذلك نديرو لا موطارد. اذا كما راكم تشوفوا في المقله قلينا السكالوب، درت له هذوك التوابل اللي قلت لكم عليها. كذلك ثم ضفت له البصل والثوم وخليته يطيب، يعني نقعدوا نحركوا مع التوابل. ديري الملح والحرور والسكنجبير والكركم. اذا وكذلك لا موطارد او الخردل الا بغيتو. اذا نقعدوا نخلطوا يعني ونقصوا الغاز ونخليهم يطيبوا على، يعني في غردهم ولا على مهلهم حتى لي. اذا كما راكم تشوفوا كذلك درنا بابريكا، يعني فلفل احمر حار، سكنجبير والملح والحرور والفلفل الاحمر حار، وكذلك الكركم. كذلك جبنا شويه كاسرونه، كذلك درنا فيها لا كريم ليكيد، يعني كريمه سائله. نديرو كريمه سائله نفس التوابل اللي درناهم، يعني في هذاك السكالوب ولا صدر الدجاج نديروهم هنايا ومع لا موطارد، يعني نفس التوابل مع لا موطارد نديروهم في كريمه سائله كما راني صورت لكم الخردل ولا لا موطارد. اذا نديرو في ديك الكاسرونه ونخلوها تغلي شويه. كما قلت لكم درت لها جميع التوابل اللي درتهم في هذاك السكالوب درتهم في الكريمه السائله، ونقعدوا نخلطوا حتى لي كامل المكونات تزيج مع بعض، ولا نجيبوا فوي كذلك من الاحسن ونقعدوا نخلطوا فيهم. بعد اللي هنايا سكالوب تاعنا طاب، نكونوا قطرنا هذاك الشامبينو تاعنا كتر مليح، نحطوه على هذاك سكالوب ونقعدوا نخلطوه حتى لي كامل هذاك الفطر يطيب. اذا كما قلت لكم ضفنا هذاك الفطر للسكالوب وخليناه يتقلى. كذلك هنا جبنا البطاطا تاعنا صفيناها، درنا لها شويه فرماج وقعدنا بالباتير نخلطوا فيها، يعني حتى اللي تضل عندنا ان بيوري. تحصلنا بعد نضيفوا لها شويه حليب كذلك وشويه ماغارين حتى نتحصلوا على هذا الشكل، تكون خفيفه ومطحونه مليح مليح.
راكم تشوفوا رانا نديرو، حتى لو اللي يبغي يدير لا كريم فريش كذلك يدير لا كريم فريش. انا درت الفرماج وزدت ضفت لها الحليب. اذا راني غير نضيف، يعني الحليب نقعدوا نضيفوا فيه غير بشويه حتى اللي نحسوا هذيك البطاطا راهي خفيفه. هنايا صاي الشامبينيون ممتزج يعني طاب كذلك. فرغنا عليه هذيك الكريمه السائله اللي كنا نخلطوا فيها. اذا هذا هو الشكل النهائي. جبنا الصحن، درنا فيه البطاطا من تحت ومن الفوق، حطينا المزيج تاع لي زيسكالوب.